مليار دولار ليس ثمن طائرة ولا صفقة نفط، بل هو ثمن كرسي على طاولة ستصنع سلام العالم من قلب جبال الألب السويسرية. وفي شتاء دافوس القارس لعام 2026 فجر دونالد ترامب قنبلة سياسية لم يتوقعها أعتى المحللين: ميثاق مجلس السلام، كيان دولي جديد برئاسة ترامب شخصيا وبميزانية تفوق الخيال، يهدف لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن لماذا غابت قوى عظمى وحضارات أخرى؟ وما هو العقد السري الذي يربط إعمار غزة بملف الصحراء؟ والأهم من ذلك كله، لماذا يرى البعض في هذا الميثاق تهديدا مباشرا لمصالح الجزائرية؟ اربطوا الأحزمة، نحن أمام فجر نظام عالمي جديد يقوده رجل الصفقات من دافوس. لكن قبل أن نفصل في هذا الموضوع، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. في 22 من يناير 2026 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة تأسيس مجلس السلام. هذا المجلس ليس مجرد منظمة إنسانية، بل هو هيكل سياسي واقتصادي موازي للأمم المتحدة. يقول ترامب إن هدفه الأساسي هو إنهاء الصراعات المزمنة عبر منطق الصفقات. البداية ستكون من قطاع غزة الذي وصفه ترامب في خطابه بأنه أفضل عقار على المتوسط، واعدا بتحويله إلى غزة جديدة عبر خطة إعمار تبلغ تكلفتها مئات المليارات. لكن المثير للجدل ليس فقط المشروع، بل الشروط العضوية. فالدخول في هذا النادي الحصري يتطلب دفع مليار دولار كرسوم عضوية دائمة. 59 دولة أبدت موافقتها، من بينها قوى إقليمية وازنة مثل السعودية والإمارات والمغرب وباكستان وهنغاريا. بالمقابل نأى الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر بنفسه، حيث رفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التوقيع، معتبرين أن المجلس يهمش القوانين الدولية ويحول السلام إلى سلعة لمن يدفع أكثر. وسط هذا الزخم كان الحضور المغربي لافتا وقويا. بتعليمات سامية من الملك محمد السادس وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة على الميثاق ليكون المغرب شريكا أساسيا في هذه المنظومة الجديدة. لا يمكن قراءة هذا التوقيع بعيدا عن إعلان ترامب الشهير في ديسمبر 2020، والذي اعترف فيه بالسيادة المغرب على صحرائه بالنسبة للرباط. الانضمام للمجلس السلام تحت قيادة ترامب هو تكريس للدبلوماسية التي تزاوج بين التنمية الاقتصادية والاعتراف السياسي. فالمجلس الجديد يعتمد مبدأ الواقعية السياسية، وهو ما يخدم الرؤية المغربية في طي ملف الصحراء نهائيا عبر بوابة الاستثمارات الدولية الكبرى التي سيقودها هذا المجلس. هنا نصل إلى حجر الزاوية في التوازنات المغاربية. أين تقف الجزائر من كل هذا؟ لطالما كانت الجزائر المدافع الصلب عن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص ملف الصحراء وحق تقرير المصير. لذا فإن ظهور مجلس السلام كبديل أو منافس للأمم المتحدة يمثل تحديا استراتيجيا للدبلوماسية الجزائرية. يرى المحللون أن هذا المجلس وبقيادة ترامب قد يتجاوز الاستفتاء والمسارات الأممية التقليدية ليدفع باتجاه حلول اقتصادية وسياسية تفرض الأمر الواقع. أما بالنسبة لجبهة بوليزاريو، فإن ميثاق دافوس 2026 قد يمثل عزلة دولية جديدة لها. فالمجلس يركز على الاستقرار من أجل الاستثمار، وأي توتر عسكري في المنطقة قد يصنف كعائق أمام خطة السلام الكبرى التي يقودها ترامب. الجزائر تجد نفسها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانخراط في نظام عالمي جديد يقوده ترامب بشروطه الخاصة، أو التمسك بالشرعية الدولية. الأمم المتحدة بدت في دافوس وكأنها تفقد بريقها ونفوذها لصالح مجلس المليار دولار. بالعودة إلى فلسطين، فإن ترامب يريد تحويل غزة إلى موناكو الشرق الأوسط. ميثاق مجلس السلام يضع خارطة طريق لإشراف على وقف إطلاق النار، لكن بمفهوم الإدارة التجارية. شركات عالمية، الاستثمارات ضخمة، وإعادة إعمار مشروطة بالولاء لهذا المجلس. هل ينجح ترامب فيما فشلت فيه الدبلوماسية التقليدية لعقود؟ أم أننا أمام خسخسة للسلام، حيث تضيع الحقوق الشعوب بين أرقام البورصة وطموحات القادة؟ في عام 2026 لم يعد السلام مجرد غصن زيتون،
بل أصبح ميثاقا يوقع بالذهب وعضوية الشراء بالمليارات بين طموحات ترامب في غزة الجديدة ومصالح المغرب في صحرائه وتوجس الجزائر من تجاوز الشرعية الدولية. يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع المال فعلا شراء سلام دائم، أم أن الجراح التي لا تعالجه العدالة لا يمكن أن تغطيها ناطحات السحاب؟ أنتم ما رأيكم؟ هل ترون في مجلس السلام مخرجا للأزمات المنطقة، أم أنه مجرد أداة لفرض الهيمنة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أما بخصوص عقوبات الكاف للجزائر، فإن الكاف عاقبت منتخب الجزائر بغرامات 100,000 دولار وإيقاف لاعبين. فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأربعاء جملة من العقوبات على منتخب الجزائري على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة ربع النهائي ضد نيجيريا. انتهى مشوار الجزائر في كأس إفريقيا 2025 بالخسارة أمام نيجيريا في ربع النهائي بنتيجة 0-2، وأدت الهزيمة إلى اضطرابات بعد المباراة، حيث اندلعت اشتباكات بين اللاعبين ووقعت حوادث أخرى بين المشجعين وحتى الصحفيين، وتراوحت العقوبة بين مالية ورياضية، وطالت الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعددا من اللاعبين. لوكا زيدان إيقاف مباراتين تصفيات كأس الإفريقية 2027. رفيق بالغالي إيقاف 4 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ تصفيات كأس إفريقيا 2027. العقوبات المالية 100,000 دولار، 5,000 دولار سوء السلوك من الفريق و4 بطاقات صفراء، 25,000 دولار سلوك غير لائق من اللاعبين والمسؤولين، 5,000 دولار استخدام الشعالات النارية، 5,000 دولار إلقاء مقذوفات، و10,000 دولار عدم الالتزام بالإجراءات السلامة، و50,000 دولار إيماءات مسيئة للحكام. الاتحاد الجزائري لم يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه القرارات، حيث أعلن عن تحركه الرسمي للدفاع عن حقوق لاعبيه. وأكدت الهيئة الكروية الجزائرية أنها بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم طعن رسمي ضد هذه العقوبات. أما بالنسبة مدرب مصر حسام حسام، من خلال تصريحه الأخير: فسبحان مبدل القلوب والأحوال،